ايه صوتكم جايب اخر بره؟ في إيه يابا عادي؟ شايف مرات ابنك؟ يعني ينفع كده يمشيها معاه بالمنظر ده؟ ما تسخنيش الدنيا، ها، ما انا مش تسخنيش بسخن، انا الدنيا، بقول ها. الصح يا ابني. بص يا ابني، انا عايز اقول لك على حاجه. مراتك تلبس اللي هي عايزاه في بيتك، لكن النهارده انت يعني معلش يعني مبسوط لما الناس تفضل تبص عليها في الشارع؟ يابا محدش يابا بيبص يابا، في إيه يابا؟ هي مش لابسه حاجه عيب يعني، مش لابسه فستان لحد هنا يعني، ولا حاجه قط يعني، ولا حاجه مبينه بطنها. لا يا ابني، البنطلون اللي هي لابساه والبتاع اللي هي لابساه قصير ده ما يصحش. خلاص بقى يا نور. بص، انا مش هقول لك غير كلمتين. احنا لينا عاداتنا وتقاليدنا، مش هنخرج منها يا ابني. هو سلونا كده، فاهم؟ يا ريت تفهم مراتك. حاضر يابا. وانت مش على طول بقى نفضل زعيق ونقير انا مش والكلام ده كله. بزعق والله يا عشري، بس انا بقول له ده غلط. وبعدين ربنا سبحانه وتعالى ما يرضوش ان مراتك تمشي كده، ربنا ما امركش بكده. حاضر يا عم الصح خلاص. صح يا ابني، ما تخليش الناس تنتقدك يعني. الصح ملوش غير ايه؟ وانت يا بنتي غير باب في واحد. بيتك محدش يقولك انت بتعملي ايه. الست الشاطرة اللي هي تعمل كل حاجة في بيتها تتزين لجوزها. لجوزها. حاضر. خلاص. حاضر. حاضر يابا. يا ريت تكون النصيحة ادنا وصلت. وصلت. الست تتزين لجوزها مش للناس بره، وتكون فتنة لده وده وده. يعني كل خطوة انت بتخطيها بالمنظر ده فتنة.